الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله. وبركاته. يعطيك العافيه. وإياكم. تفضل أخي الحبيب، تفضل. ممكن نشارك مع الشيخ هذا الصاقر الجواد السافل السرسري؟ طبعا هذه أخلاق الناس يعني الذين لم يتربوا على الكتاب والسنة، إنما ربوا على العمائم التي يعني للأسف ذموا الصحابة قبل أن يذمونا. أنتم هؤلاء قد لعنوا أبا بكر وعمر، نعم، ولعنوا الصحابة، فليس والحمد لله ما أتانا شيء. أصلا الذي أتاكم أتى الشعب السوري منكم، قتل بسلاحكم وقتل برصاصكم، وأنتم المسؤولون عن قتل النساء، وأنتم المسؤولون عن قتل الأطفال في الشام، وأنتم لم تقاتلوا إسرائيل يوما ما، ولم تقاتلوا أم تلقوا رصاصة على اليهود أبدا، إنما قتلكم على المؤمنين والمسلمين. وبشركم النصر قادم بإذن الواحد الأحد، وسوف ترون إن مع العسر يسرا، سوف ترون أهل الشام المؤمنين الصادقين. والله أنت لو رأيت أطفال الجيش الحر والأحرار والثوار اليوم إنك تموت بغيظك وتتقطع وتتمزق. قل موتوا بغيظكم. وأقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أقول لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد. أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. والله لو رأيت أنت قائد مجروح زرناه اليوم من الجيش الحر من دارية، إنه كالأسد الهصور وهو على السرير، ويقول والله إن شاء الله أتعالج وأعود إن شاء الله أدك النظام واصل طارده في جحري بالسلاح بإذن الله. هؤلاء شاوس يا أخي أبطال، وقف لهم يعني العالم تعجب من بطولتهم وتخلى عنهم العالم، ولكنهم رجعوا واستبسلوا وقدموا دماءهم وأرواحهم، والله ينصر أولياءه بإذن الواحد الأحد. الله يجزيك الخير شيخنا.